أحمد. اهلا وسهلا، تفضل. حياك الله كابتن محمد في برنامج باتجاه الهدف من الفيحاء. بعد التحية كابتن، أنت كنت في دكة البدلاء في بطولة آسيا 2011، لكنك كنت قريبا من الأحداث الرياضية. كيف تقيم مشاركة المنتخب الوطني العراقي في آسيا 2011 وحملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الأغلى؟ طبعا بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على هذا اللقاء. بالنسبة احنا كلاعبين المنتخب الوطني تعرف يعني صعب الحفاظ على الإنجاز 2007 لأن مهمة صعبة احنا كلاعبين نمتلكها. الحمد لله واشكر. يعني أول مباراة كنا طبعا مو ذاك المستوى اللي يليق بالمنتخب العراقي. بعدين دخلنا مباراة الإمارات، بدينا يعني مستوى الفريق يعني يصير مباراة عن مباراة أحسن. فتعرف يعني كانت يعني اختلاف الرأي بين اللاعبين وبين الاتحاد وبين الكابتن الألماني سيتكي. تعرف يعني صعب يختلف الرأي بين المدرب واللاعبين. فالحمد لله والشكر احنا طبعا حصلنا على فوز كوريا، وكانت مباراتنا مع المنتخب الاسترالي مباراة انا اعتبرها سهلة، بس يعني تعرف المدرب كان سيتكا يعني البدلاء يعني شاركهم يعني بوقت يعني ما كان يستحق بهذا التبديل. وتعرف كانت إصابة سلام شاكر أثرت على المنتخب، وكان يعني خسرنا تبديل بنفس الحالي نفس الوقت العفو. فالحمد لله والشكر يعني كان يعني سبب بهالمباراة. احنا طبعا صار عندي لقاء مع قناة ابو ظبي سبورت، يعني هم تكلمت بهذا الموضوع. كان الحكم يعني يلعب دور بهاي المباراة، لأن تعرف نتوقف عند نقطة الحكم كابتن محمد. يعني بالنسبة للحكم الجماهير لها عواطفها في مسألة الحكم، والنقاد لهم رؤيتهم. اللاعب أنت كلاعب، هل رأيت أن الحكم القطري كان قاسيا على المنتخب العراقي وتعمد في أكثر من مناسبة إعطاء أو إشهار انذار ظالم للمنتخب الوطني العراقي للاعبي المنتخب الوطني، وأيضا حرمانهم من ضربات جزاء صحيحة؟ والله طبعا احنا كنا بداخل الملعب، يعني نختلف عن التلفاز يعني اللي شاهده العالم والجماهير. احنا بداخل الساحه، لان تعرف ماكو حكم يعني بالعالم يعني. وكان الفاول غير صحيح اللي هو مال كابتن نشأت اكرم اللي دقيقه 26 ثانيه. وتعرف حتى طلع تحليل يعني ورا المباراه يعني. وبوقتها انا هسه اللي سمعته الحكم تعاقب احتمال يعني سنتين، لان تعرف ضربه جزاء الكابتن يونس محمود ما حسبها. وكان الحكم عن القطري اللي هو ايضا ضربه جزاء ثانيه على عبد الزهره، كان مشنج بهذا الامر. نعم ضربه جزاء اخرى على عبد الزهره ايضا كابتن محمد. والله طبعا بس مو مؤكده نفس مال ضربه يونس محمود، لان على عبد الزهره واجه الجول وتعرف يعني احتكاك بسيط، بس مو مثل مال يونس محمود. لكن شاهدنا يعني في مباراه كوريا واليابان ايضا يعني احتكاك مماثل على عبد الزهره مع الدفاع الاسترالي واحتسبت ضربه جزاء. والله طبعا هي بالتاكيد يعني شوف اكو حاله يعني جمهور العراق اكو بهم يعني ما يعرفون، بس الاعلام والصحافه مثل حضرتك وحضرة كابتن كرم يعني يعرفوا بهاي المساله. يعني تعرف الحكم المفروض يعني يبتعد عن التحكيم اللي هو العربي. مباراه قطر واليابان كان الحكم ماليزي يعني من خيره الحكام باسيا. ومباراتنا احنا المنتخب العراقي امام المنتخب الاسترالي كان يكون قطري. فهو احنا طبعا وصلتنا هاي المعلومه قبل المباراه بيوم، واحنا كلاعبين يعني قمنا نتحسس من هذا الموضوع. حتى الكابتن حسين سعيد يعني نبه اللاعبين لحد شويه الحكم، لان تعرف الحكم متعصب وراح يكون من قطر. فهم لعبوا هذا الدور مباراتنا امام استراليا، لان تعرف المباراه تكون حساسه، المفروض يكون حكم ياباني صيني كوري على مود يبتعد عن اجواء العربيه. نعم. فالعفو هي لو كانت مباراه قطر واليابان حكم عراقي هل يوافقون على التحكيم؟ فهذا الامر يعني هنا يكون يعني صعب. احنا كابتن محمد كان هنالك توجيه من الكابتن حسين سعيد لكم بان تتحاشوا الحكم، هل له علم يعني مسبق بانه سوف يكون قاسي مع المنتخب الوطني العراقي؟ لماذا لم يعترف في هذه الحاله؟ والله طبعا انا قلت لك يعني من كنت كابتن المنتخب الاولمبي يعني هم حكم منا مباريات. وتعرف يعني كان سبب خسارتنا اعتقد مباراه شاهدتها المنتخب الشباب العراقي ومنتخب
السعوديه، يعني هم كان يعني من سبب خساره المنتخب العراقي. وتعرف احنا المنتخب العراقي لان بوقتها من وجهنا الكابتن حسين سعيد، يعني اللاعبين نزلوا يعني برود اعصاب، فهو شنج المباراه يعني بالانذار مالته اللي مال نشأت اكرم اللي دقيقه خمسة العفو 25 ثانيه. فاحنا طبعا احنا كنا يعني متخوفين من هذا الحكم، وحتى من انتهى الشوط الاول احنا كلاعبين حتى أنا على جلسه الاحتياط اول ما انتهى الشوط الاول رحنا يعني بالمنزع حتى صرنا عصبيين عليه. زين يعني وصلت مرحله يعني بدا يتجاوز على اللاعبين يعني بكلام ما يليق به يعني بكره القدم. نعم. المفروض يعني هو حكم الساحه المفروض يكون اخلاق وواصل مرحله ويتقبل يعني مثلا تقاصي من اللاعبين او من المدرب او من الاتحاد او من مدير الفريق. فيعني هو كان متعصب بهالمباراة. وحتى أنا بقناة الكاس يعني من خلصت المباراة شاهدنا التحليل. طبعا بعض الرأي يعني القاعدين بالمجلس يعني ما وافقوا على الحكم عبد الرحمن، صحيح كانت عدة أخطاء. فاحنا بالنسبة لنا احنا طبعا احنا حصلنا على جزاء ما دقة، فهي كرة القدم يعني فوز وخسارة. نعم. واحنا كنا نستاهل فوز اكثر من المنتخب الاسترالي. طيب اخذ متصلين واعود اليكم كابتن محمد والزميل اكرام. ابراهيم من بغداد لكي تعلم كيف كانت الاجواء قبل مباراة العراق واستراليا. كابتن محمد انت كنت في ضمن هذه الاجواء الكبيرة، يعني الاجواء التي كان المنتخب الوطني العراقي يتهيأ لها. كيف تعامل سيدك المدرب الالماني معكم وماذا وجهكم قبل دخول الملعب؟ والله طبعا بالتاكيد يعني كل مدرب يعني يحشم يعني المنتخب العراقي. يعني شوفنا يعني بعض المقاطع الفيديو المنتخب الاسترالي يعني وين يعني قوتهم ضعفهم. فاحنا الحمد لله والشكر يعني بالنسبه لنا احنا كنا داخلين للمباراه والله العظيم يعني مرتاحين. وتعرف عن المنتخب الاسترالي من يلعب